بعد حوار السيد اوسكار رويز في قناه اون سبورت مع الاستاذ ابراهيم عبد الجواد، خرج الاستاذ المحترم الاستاذ محمد شبانه وقال حوار اوسكار رويز في قصه الحكم الاجنبي لمباراه القمه هو اهم حاجه بالنسبه لي في القصه الدايره دي كلها، لان وقتها اتحاد الكره ضحك علينا كلنا وقال كل دول العالم اعتذرت، ومسكنا في رقبه احمد دياب وطه عزت عشان طلعوا القرعه فجر يوم الجمعه، وفي الاخر اوسكار يقول لك ما حصلش الكلام ده يا ابني. يعني الاتحاد ما طلبش منك حكام اجانب، رد وقال نو نو نو، مستر بسيوني حكما للمباراه. معقول هنا ابو ريده عيشنا ايام وشهور في وهم؟ ده القضيه لسه خلصانه من كام يوم بحكم محكمه رياضيه. عشنا ازمه على ارض الواقع وقصه وهميه مش موجوده، ورئيس لجنه الحكام اللي بيقول اهو. طب واللي عشناه واللي احنا عشناه يا جماعه ده ايه؟ ده فعلا ابو ريده دماغ جباره، ايه تخطط لازمه وتشعلل الراي العام وتاخد الدنيا في حته بعيده وتبوظ شفافيه مسابقه وتبوظ فرحه نادي زي الاهلي وهو بيكسب الدوري من لا شيء على ارض الواقع، لمجرد انك حاسس ان محمود الخطيب اعلى من رئيس اتحاد الكره. ده غصب عنه يا استاذ شبانه، كابتن محمود خطيب لا يقارن بهذا الانسان. المهم، ونعمل مداخلات وكلام والناس في الاتحاد نايمه في العسل اساسا، ولا حد كلف نفسه يبعت ميل، ورئيس لجنه الحكام هو معترف بلسانه على الهوا. اول ما سمعت اعترافات اوسكار قلت لا 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 لا، اوعى تاخد الحاجه بحسن نيه بعد كده، اوعى تعيش ساذج بقى طول عمرك وتصدق الناس دي. ده اشرف صبحي جاب حكام سعوديين يا جماعه، لا 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 لا، دي نمره ما تاخدش في بالك. وتقال للزمالك ايه وقتها؟ روح الملعب واوعى تسمع كلام الاهلي وما تروحش. حد قال لكابتن حسين لبيب اسمع كلامي وهتاخد الثلاث نقط. طب النهارده هصدق الناس دي تاني ازاي؟ والنهارده اتحاد الكوره بيعمل ازمه عشان يبوظ الدوري للسنه الثانيه على التوالي. واشرب يا احمد يا دياب، ما هو هاني ابو ريده هيصفي حساباته معاك على حساب الانديه. ما هي تكيه ابوكو ده استاذ شبانه، عندك حق والله، ما هي تكيه ابوكو. الدوري اللي فات اتشكك فيه ان الاهلي ما يستاهلش، ولغايه النهارده في ناس غالبا مصدقه ان الاهلي ما يستاهلش، لكن الاهلي يستاهل ونص وثلاث ارباع، لان بيراميدز خسران الدوري في الملعب. لو عايز نصيحتي اعمل زيي، انا هتعامل مع الكره المصريه في وجود ابو ريده بالشيخ حسني شبانه، واعمل نفسك مش شايف حاجه، لانك لو شفت يبقى الناس دي كلها لازم تمشي، ونبدا على نضيف بناس عندها ذمه وضمير. مش هنشوفهم يا استاذ شبانه غير لما كل الناس دي تغور وما نشوفهاش بعينينا تاني خالص، تبعد عن المشهد الرياضي تماما عشان نشوف ناس نظيفه وعندها ضمير.